ايه بقى يا معلم فتحي؟ مش التجارة والمال والأرض والمحلات دي كلها مش يلزمك واحد من صلبك عشان خاطر ياخد باله منها ويمسكها ويديرها ويحافظ عليها؟ الدكتور عمل السونار وعرف انها بنت. هتتجوز تاني يا معلم فتحي؟ حضرتك نسبة الحمل في جنين ولد من غير اي مساعدات ما هي 50% برضه، ما هي ولد هي بنت، مفيش جنس تالت. المعلم فتحي راجل ماله هدومه، بنى نفسه بنفسه، ومن هو صبي صغير في محل فاكهة كان عنده حلم كبير ان يكون تاجر فاكهة قد الدنيا. والايام تمر وحلمه بيتحقق، ومش بس محل واحد، ده ما شاء الله محل واثنين وثلاثة، سلسلة محلات في اكتر من مكان. وكمان عشان هو شاطر وبيطور من نفسه ما اكتفاش بتجارة الفاكهة، ده كمان عمل انتاج عصاير فريش، والناس بقت تجيله من كل مكان عشان تشتري منه. وهو في رحلة حياته ربنا كرمه ورزقه ببنت، وبعدين بنت تانية، وبعدين بنت تالتة، وماله جميل زي الفل، ده البنات زي الفاكهة اللي فتحي بيتاجر فيها. لكن في يوم جت مراته لعبت في دماغه، قالت له ايه بقى يا معلم فتحي؟ ربنا يديك طولة العمر والصحة، مش التجارة والمال والأرض والمحلات دي كلها اللي معاك مش يلزمك واحد من صلبك عشان خاطر ياخد باله منها ويمسكها ويديرها ويحافظ عليها؟ قال لها معاكي حق يا ام البنات. ردت عليه وقالت له يبقى احنا نركز ونشوف الناس بتعمل ايه ونعمل زيهم عشان خاطر نجيب الولد. ومن هنا ابتدت الرحلة، رحلة العذاب والأسى. العذاب مش بسبب الهدف اللي عاوزين ان هم يجيبوا ولد، العذاب بسبب الهدف والاسلوب والطريق اللي مشيوا فيه عشان يحققوا الهدف بتاعهم. وبما ان المعلم فتحي تاجر فاكهه فعنده اصحاب كتير من تجار الفاكهه والخضار كمان، الناس اللي عندهم خبره في تجارتهم وشغلهم، لا وخبره كبيره كمان، لكن ما عندهمش خبره في طب وعلم الحمل والجنين. المهم المعلم فتحي اتكلم مع اصحابه واستشارهم وشاروا عليه، وهو ما كدبش خبر ونفذ المشورة. عمل ايه بقى المعلم فتحي؟ مراته شارت الوسيلة اللي هو اللولب يعني، وسابوا نفسهم ان الحمل يحصل، وقعد ياكل لحمة كتير لحد ما كعاب رجليه بقوا يوجعوه، شكله جاله نقرس، وقعد ياكل موالح كتير لحد ما ابتدى يشتكي من ان في نار في البول وهو نازل، لكن برضه فضل مصمم. نار في البول، وجع في الكبد، وهو مصمم، ما هو اصحابه اللي شاروا عليه. لا وطلب كمان من ام البنات انها تستخدم غسول البيكربونات قبل الجماع، غسول مهبلي يعني، والست قعدت تستخدمه لحد ما جالها التهاب، بس هو مصمم اصل سمع ان ده بيجيب ولد. المهم فضل على كده ومستحمل وجع الرجلين ونار البول ومستحمل، بس مراته حملت. ايوه كده اهو الحمل حصل، يلا بقى نستنى الولد. عدت شهور الحمل ووصلوا الشهر الرابع، وهنا جت ميعاد الزيارة اللي بيروحوا فيها للدكتور عشان يقول لهم على نوع الجنين. الدكتور عمل السونار وعرف انها بنت، بس الدكتور ما رضيش يقول لهم اصل عارف هم هيموتوا على ولد. قرر ان يقول لهم انا مش متاكد، احنا خلينا نعمل سونار رباعي الابعاد عشان نتاكد ونشوف. وطبعا السونار الرباعي الابعاد طلع انها بنت. معلش المره دي جلت منك يا معلم، خدها مني معلومه يا معلم فتحي، وخدوها مني يا اي زوج او زوجه عاوزين يعملوا زي المعلم فتحي. لا اللحمه ولا الموالح ولا غسول البيكربونات هم دول اللي بيجيبوا الولد. المهم الراجل ارتضى، وعدت شهور الحمل وجه ميعاد الولاده. ولاده عادي زي اي ولاده، ايوه ليها فرحتها وزهوتها برضه، بس اللي في القلب في القلب. سنتين عدوا والبنت كبرت واتفطمت، ورجع الزن تاني في دماغ المعلم فتحي. اصل المره دي مش زن مراته، ده المره دي زن دماغه هو في نفسه. هيحاول تاني، اصل قرر ان يحاول تاني، بس خد قرار كمان انها المره الاخيره. اصل المعلم فتحي بقى اتطور وابتدى يخش على النت ويشوف فيديوهات، وسمع كلام عجبه عن وضعيه الجماع، وسمع كلام عجبه اكتر عن توقيت الجماع واقتنع بيه. اصل عرف من النت ان الحاجات دي ممكن تجيب ولد او دي هتجيب ولد. الكلام اللي عجب المعلم فتحي بخصوص وضعيه الجماع ان حاجه اسمها العلاج العميق، يعني الكلام عشان ما يبقاش مجعلص عليكم، اللي هو دخول العضو الذكري لاقصى مسافه ممكنه،
او العلاج العميق ده وكمان الاستمرار في الجماع لحد الزوجة ما توصل لمرحلة النشوة، ده كأنه بيشتغل شفاط بيشفط السائل المنوي والحيوانات المنوية اللي فيه، وبالتالي بيساعد على فرصة الحمل انها تحصل. الحاجتين دول اللي هما العلاج العميق ونشوة الزوجة، بناء على اللي قراه المعلم فتحي على النت قال هما دول اللي بيجيبوا الولد. اصل الفكرة ايه؟ هقولها لكم بس عشان تكونوا فاهمين ان الحيوانات المنوية اللي شايلة كروموزوم الولاد حيوانات منوية سريعة بس نفسها قصير، فالعلاج العميق وحدوث النشوة دي الحاجات بتساعد الحيوانات المنوية دي اللي هي شايلة كروموزوم الولاد اللي هي سريعة بس نفسها قصير ان هي توصل الاول للبويضة والحمل يحصل في جنين ولد. والعكس تماما بالنسبة للحيوانات المنوية اللي فيها كروموزوم البنات، كروموزوم اكس، بطيئة لكن نفسها طويل. فالعلاج السطحي للزوج وحدوث النشوة للزوجة بيدي فرصة للحيوانات المنوية دي نفس طويل بس بطيئة انها هي اللي توصل للبويضة ويحصل الحمل في جنين بنت. الكلام اللي عجبه اكتر عن توقيت الجماع وبرضه هنشرحه ليك. الفكرة معتمدة على الحيوان المنوي، سرعته ويقدر يعيش قد ايه. فالجماع لو حصل يوم التبويض او قبله بيوم، فالحيوانات المنويه اللي هتوصل للبويضه هي الحيوانات المنويه السريعه اللي هي شايله كروموزوم واي زي ما قلنا، كروموزوم الولاد. ولو الجماع حصل قبل التبويض ب3-4 ايام، فالحيوانات المنويه اللي هتوصل للبويضه اللي هي نفسها طويل اللي هي الحيوانات المنويه اللي شايله كروموزوم اكس، كروموزوم البنات. بس الحقيقه في مشكلتين في الطريقه دي. اولا لازم الجماع يكون مره واحده بس في الاسبوع او حتى ال10 ايام اللي فيهم يوم التبويض، وبالتالي عشان ما فيش جماع بقاله فتره اسبوع او حتى 10 ايام فالحيوانات المنويه مش هتكون فريش وحيويتهم وصحتهم مش احسن حاجه. تاني حاجه ان يوم التبويض ده صعب ان هو يتحدد كده للزوجه مع نفسها، يعتمد على شويه اعراض كده زي ارتفاع درجه حراره الجسم في العموم، افرازات كده شفافه مخاطيه، او لو في امكانيه انها تروح لدكتور امراض نساء عشان تتابع التبويض. بس في المجمل صعب انها تحدد يوم التبويض بالذات هو انهي يوم. المهم المعلم فتحي ده التزم بكل اللي سمعه والتزم بكل اللي عرفه، العلاج العميق والنشوه للزوجه وان يحصل الجماع في يوم بتاع التبويض اللي هم يقعدوا منتظرينه بناء على شويه اعراض او قبلها بيوم بالكتير، وشهرين 3 والحمل حصل. وللاسف برضه كان الحمل في بنت. يا نهار ابيض يا معلم فتحي، البنت ال5. المعلم فتحي هيتجنن، دماغه عماله تلف والزن هيشتغل عليه تاني، بس المره دي من بره. اصل الزن بتاع المراه الاولانيه فاكرين كان من مراته والتانيه من نفسه، اما الثالثه فمن صحابه. بيزنوا عليه بايه؟ بيزنوا عليه ان مراته تحمل تاني؟ يا ريت ده بيزنوا عليه انه يغير العتبه، انه يتجوز تاني. هتتجوز تاني يا معلم فتحي؟ المعلم فتحي خدته الشامه وقال لا. عباس الضو بيقول لا، لكن شويه اسابيع كده وابتدى يضعف. لا ده ضعف فعلا اتجوز واحده اصغر من مراته الاولانيه حاجه كده ب15-20 سنه. وتصادف ان اتعرف على واحد عايش في الصين وعاوز يشتغل معاه ويستورد منه العصاير الفريش اللي بيعملها المعلم فتحي، وتعرفوا على بعض وتصاحبوا على بعض. المهم صاحبنا بتاع الصين ده نصح المعلم فتحي وقال له يا معلم عليك وعلى الجدول الصيني، دي حاجة ما تخرش المية. المعلم فتحي ما كدبش خبر، مشي على الجدول الصيني. والمدام حملت، المدام الجديدة، وهنستنى بقى عشان نشوف الولد. وللأسف برضه المدام حامل في بنت، بقوا 6 يا معلم فتحي. يا معلم فتحي ويا كل زوج زي المعلم فتحي بيسمعني في الوطن العربي، فرص الحمل في كل اللي قلناه ده، نوعية الأكل، توقيت الجماع، وضعية الجماع، الغسول المهبلي، الجدول الصيني، فرص الحمل في دي كلها في جنين ولد من 50-55% بالكتير. واستنى بس قبل ما تتسرع وتغلط وتحكم عليها وتقول طب ما هي نسبة حلوة اهي. حضرتك نسبة الحمل في جنين ولد من غير أي مساعدات ما هي 50% برضه، ما هي ولد هي بنت، مفيش جنس تالت.
يعني 50% ولد و50% بنت، 50% ولد من غير تشطيفات عملت التهابات، 50% ولد من غير أكل موالح وعمل نار في البول، 50% ولد من غير التركيز في وضعية الجماع أو توقيت الجماع، 50% ولد حتى من غير الجدول الصيني. يعني كل الطرق دي أي كلام، أي كلام لا يعتمد عليها ولا يتاخد. سامع واحد ورا بيقول لا ده الطريقة دي أو دي أو دي كويسة، ده أنا جربتها وتمام ومعايا 3 ولاد. حبيبي يا غالي، هي ظبطت معاك بس صدفة، ولو مش بس ظبطت معاك، لو ظبطت مع قريبك أو صاحبك برضه هتكون ظبطت صدفة. لأن العالم ده مش مقصور على أسرتك وقريبك وصاحبك، العالم ده انتوا كلكم كده على بعض، كلكم فيه جزء صغير جدا جدا جدا. العالم ده أكبر من كده بكتير، أعداد البشر أكبر أكبر أكبر. عالم بيحكمه العلم على جمع البيانات وعمل الإحصائيات واستنباط النتائج، ويبقى العلم هو العلم والطب هو الطب، ودايما الطب هو اللي يقول كلمته. الطب بيقول ايه بقى عشان تكون فاهمه يا معلم فتحي؟ ياخد بالأسباب الطبية الصحيحة ويتوكل على الله وحسب مشيئته، وده اللي هنعرفه الحلقة اللي جاية. دمتم سالمين.